السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة وام عم فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. النهاردة بقى معانا يوم خبيز، يوم فلاحي كده، بس خبيز في البيت، ما خبزناش الصراحة المرة دي بقى في الفرن البلدي. وانا بدأت معاكم الفيديو على طول واحنا بنبطط على الطبلية، واحنا بنفرد برضو في المكنة. ما عملتش معاكم العجين عشان عملته معاكم قبل كده كام مرة، فمرضتش ان انا اطول عليكم الفيديو بتاعنا. العجين احنا عارفين عجين العيش ازاي، سهل جدا وبسيط، عبارة عن المية والدقيق والمية بالظبط والخميرة وشعرة الملح، ومش اكتر من كده. والعجين بتاعنا بقى بنسيبه بعد ما بيخمر، بنبدأ فيه الخبيز بتاعنا. زي شايفين الايد الصغيرة دي اللي قاعدة تشرب الشاي وقاعدة مبهدلة الدنيا دي، لازم يبقى موجود معانا. ربنا يحميه يا رب ويحمي اولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. كان قاعد يشرب شاي، مدمن شاي، عندي ابني ده مدمن شاي. عايزاكم في التعليقات كده تنزلوا تقولوا ربنا يبارك فيه يا رب. يا رب اللهم امين يا رب، ربنا يبارك فيه ويبارك في اولادكم جميعا يا رب. زي ما احنا شايفين كده، احنا بنفرد العجين بتاعنا، شايفين العجين بتاعنا بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وكان عجين مظبوط. وهنشوف مع بعض دلوقتي العيش برضو هو في الفرن. انا حبيت اشارككم اليوم بتاعنا كده بجميع احواله بدون ما احذف منه اي حاجة خالص، بقعدتنا بالمساعدة، يعني بساعدة دودو، او بمعنى اصح ببهدلة دودو. شوفوا عايز يجيب المطرحة ويعمل في المطرحة، ربنا يبارك فيه يا رب. شوفوا جاي يشرب يكمل بقية الشاي بتاعه، وخلى هدومه كلها دقيق. عايزاكم بس دلوقتي قبل اي شيء تنزلوا في التعليقات تصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين العيش بتاعنا مفروض ازاي جدا على المطرحة. للناس اللي ما بتخبزش او ما تعرفش دي مطرحة، دي بنعمل عليها العيش. ومعانا دي الطبلية، ولا تغنى عن مثلا عند اي حد، بالذات الناس اللي هم يعني يعتبروا مش فلاحين قوي، برضو الفلاحين اكيد موجود عندهم، والناس برضو غير الفلاحين، اللي هي بتحب الخبيز وبتحب الجو البلدي والجو الدافي ده، بيحسسك بجو الشتاء ان انت تبني بيتك خير. ده لازم اساسي. بنبدأ بقى الوقت نبطط في العجين وبعدين نفرده بالفرادة، وبعدين بناخده نحطه في المكنة ونلفه ونفرده على المطرح. شايفين العيش معانا بيتفرد بكل سهولة ويسر. كملوا بقى معايا الفيديو بتاعنا، وهنعمل في الاخر الفيديو حاجة كده الكل بيعشقها، حاجة هتحبوها جدا. واللي بيخبز وعارف حوار الخبيز وحوار العجن وحوار الكلام ده كله، اكيد هيعجبوا الفيديو بتاعنا، وهيعجبوا الحاجة اللي احنا هنعملها في اخر الفيديو. انا مع نفسي انا بعشقها. لازم كده اول ما بنيجي نخبز يبقى هسيب قطع من العجين كده، وهنشوف دلوقتي في اخر الفيديو. كملوا معايا الفيديو للاخر، شوفوه هنعمل ايه في اخر الفيديو. حاجة كده حتى انتي لو مش هتخبزي، لو عملتيها مثلا شوية دقيق صغيرين مع العجينة في ثانية وعملتيها لأولادك، هيحبوها جدا جدا جدا. كملوا معايا الفيديو للآخر وشوفوا هنعمل ايه. شايفين العجين معايا بيتفرد بكل سهولة. انا بقى سايبه لكم المقطع ده بالذات عشان تشوفوا استاذ دودو بيعمل معانا ايه. استاذ ادهم كده او دكتور ادهم ان شاء الله يا رب، اللهم بارك فيه يا رب واشوفه احسن الناس جميعا. شوفوا جاب المطرحه وعايز يطلع مصمم طالع يلعب في قلب المكنه. قلب ماما دودو. ربنا يحميه يا رب. شايفين لازم بيثبت لكم حضوره ان هو موجود معانا. ربنا يبارك فيه ويحفظه ويحميه ويخليهولي يا رب. لا مش عايز. واحنا بقى كنا جايبين بقى عيش العيش معانا سخن،
ومعانا بقى الجبنة، وانتوا عارفين عندنا خبيز يعني لازم الجبنة الحادقة تكون موجودة. دي اكلتي المفضلة يوم ما هنخبز. ونقطع جنبها طماطم كده، ونعيش بقى ونعيش. وانتوا كده بقى بتتفرجوا يا جماعة، عايزين دايما استغفار على بقنا في لساننا. دايما استغفار والصلاة على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يجعلنا كده دايما يا رب من الناس اللي لسانهم مليان بالاستغفار والصلاة على الرسول. والله يا جماعة، والله والله بيفرق جدا مع البني آدم، بيفرق في حياته ان انت تفضلي تستغفري كده وتصلي على الرسول. يا رب يجعلنا كده من الناس اللي الرسول يشفع علينا يوم القيامة. اللهم امين يا رب العالمين. دي يعني اهتموا بالصلاة على الرسول والاستغفار، وما تركزوش في اللي حوالينا يعني. الدقيق والحاجات دي كلها بسبب استاذ ادهم. تمام، كل ما نعدل الحتة يجي يبعترها ويمشي، يجي يقوم رش دقيق، يقوم رشش الردة، يرش الحاجة ويقوم ماشي. لما اصلا هدومه كلها اتملت، شايفين كم الايد بقى كله دقيق. هو عايز يشتغل معانا ويعمل على اساس اللي هو هيساعدنا يعني، بس هو ما يعرفش ان هو بيبهدل لنا. شايفين العيش على المطرحة مفروض. في ناس بتعمل العيش مدور، وفي ناس بتعمله المطاول كده على المطرحة المطاولة دي. شايفين بقى جمال العيش يا جماعة وهو في الفرن كده، قابب وحلو جدا، بألف هنا. واللي عايز يا جماعة يطلب عادي. احنا أسرة مع بعضينا وكلنا اخوات، وبألف هنا يا رب. ماما بقى قبل ما بتدخله الفرن يا جماعة بندهنه بحتة قماشة كده، بندهن الرغيف من فوق علشان يتحمر كده ويبقى حلو. اليوم ده الصراحة كان برد، فما رحناش بقى، عملنا هناك في الفرن البلدي، وعملناه في الفرن في البيت. شايفين بسم الله ما شاء الله، الرغيف قابب وجميل جدا، والعيش طري وحلو جدا. في ناس بقى مثلا لو عايزاه طري كله عشان تحطه مثلا في التلاجات، في ناس بتخليه مثلا شوية طري وشوية ناشف. بيعانوه لو هما ما عندهمش اي مكان في التلاجة، بيعانوه مثلا في اي كرتونة، في الطشت، في اي في اي حاجة، في اي بلاستيكية. وقت الاكل بيطلعوه طروه الكلام من ده. يا جماله يا جماله، تسلم ايدينا وحياة عينينا. الله 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 على حلاوة العيش وجماله. تسلم ايدك يا ماما. هي اللي كانت قاعدة قدام الفرن يا جماعة. لازم نشجعها كده، تسلم ايدك، وقولوا لها تسلم ايدك يا حاجة في التعليقات. وربنا يحميها لنا يا رب، ويخليها لنا يا رب، ويجعلها تاج كده فوق راسنا ومنورة حياتنا. اهوت بندهن العيش قبل ما ندخله. شايفين بقى الحلاوة والجمال والطعم. كان حلو جدا، وكفاية بس ريحة الخبيز في البيت، والريحة اللي بتحسسك بالدفء كده، والخير مليان بيتك كده. واحنا يا جماعة الصراحة العيش ده ما بتقطعش من عندنا، لازم حتى احنا مع ان بنجيب العيش اللي هو بتاع الفرن، بس لازم ولابد ان العيش ده يكون موجود عندنا في البيت. نيجي بقى للمفاجأة اللي قلتلكوا عليها، هي دي بقى المفاجأة والسر وحلاوة اليوم بتاع الخبيز كله. ايه هي؟ احنا عندنا هنا بنسميها ابوري، ابوري بالسكر والسمنة. معرفش بقى عندكم اسمها ايه، فياريت كل واحد بيتابعني يكتب لي في التعليقات عنده في البلد بتاعته مشهورة باسم ايه. احنا عندنا الابوري ديت، بناخد قطعة من العيش كده بنفردها كلها على على دقيق. تمام. وبنجيب سمنة بلدي بقى، سمنة بلدي محترمة كده مع السكر.
على حسب بقى، يعني اللي عايز سكر كتير بنضيف له سكر كتير، اللي عايز سمنه كتير بنضيف له سمنه كتير. انا عن نفسي بقى بعشق الرغيف بتاعي بتاع القبوري بتاعي يكون مليان سمنه وسكر. يا لهوي، بيبقى تحفه تحفه تحفه، وبيبقى طعمه خطير. لازم تجربوه، حتى لو مش ما بتحبوهوش اعملوه لاولادكم، هيعجبهم جدا جدا جدا. اي شويه دقيق عندك، حط عليهم شويه ميه صغيرين وشعرة سكر وشعرة ملح، وعجنيها عجينة، وافرديها لأولادك وحط في قلبها سمنة وسكر، يا تحفة. لازم تجربوها، ديت عندنا اسمها قبوري بالسمنة والسكر. بتفرديها بقى الفردة اللي انت حباها، عايزة تفرديها مدور وتتنيها كده اكنك زي ما بتعملي حواوشة بالظبط بعجينة الحواوشة. عايزة ان انت مثلا تفرديها وتخليها وش طبقة واحدة بس، ده على حسب حريتك، انت بتحبي الشكل نهون اهوت. انا معايا بقى قطعة العجين كده، هبدأ ان انا افردها. ببططها الاول بايدي لحد ما اشوف ان هي خلاص محتاجة الفرادة افردها بيها، وبعد كده بفردها بيه. هنفضل نفرد فيها كده لحد ما تتفرد معايا فردة كبيرة. هبدأ بقى افردها دلوقتي بالفرادة او عندنا ديت اسمها بطاطا يا جماعة، بطاطا كده بنبطط بيها العيش. هفردها فردة كبيرة كده، بعد ما افردها بقى بمليها سمنة وسكر، تحفة. وفي اليوم ده كمان شوينا سمك، اتغدينا كمان السمك. شايفين العجينة اصلا بتتفرد معايا بكل سهولة ويسر، ليه؟ علشان العجينة مظبوطة. تحفة. تسلم ايديا وحياة عيني. قولي بقى في التعليقات تسلم ايدك يا يا ام ادهم او يا ام فرح. اهوت. السمنة يا جماعة من السقعة بقى سقعة، يعني برد، الدنيا برد. انا دلوقتي حطيت السمنة بتاعتي، يعني انا الرغيف اللي انا بعمله ده كان حد مش عايز سكر ولا سمنة كتير، فما كنتش مكتره له يعني. هبدأ دلوقتي ان انا ارشله السكر، وهبدأ برضو ان انا الف. المرة اللي فاتت انا لفيته بالعرض، هلفه دلوقتي المرة دي بالطول، وتقفلي بقى القفلة اللي انت عايزاها. بس اهم حاجة تكون قفلة محكمة، علشان انتوا عارفين لما ديت هيدخل الفرن السمنة والسكر بتاعنا هيسيحوا بقى ويبهدلوا الدنيا. ايه رأيكم بقى في الفيديو بتاعنا؟ لو اول مرة بقى تشوفيني وما اشتركتيش في القناة بتاعتي، اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنعمله، يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. وما تنسونيش في اللايكات يا جماعة، وتشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. شايفين بقى القبوري بتاعنا بعد ما طلع؟ احنا عملنا ده بالسمنه والسكر، هنعمل ده بقى دلوقتي برضو بالجبن. عندي جبنه، يعني جبنه مش اي جبنه عندك، لو عايز تحطي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه دوبل، اي جبنه عندك ممكن تعمليها عادي اكنه زي الحواوشي بالظبط. هنحشيه بقى دلوقتي ده جبنه، يعني حد يعني طالب ان هو ياكله بالجبنه، فعملت له تشكيله جبن كده، وقطعت له فيها طماطمايه صغيره، وبرده هقفله نفس القفله، وهيدخل الفرن برضو. مين بقى اللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي بقى وما حطش اللايك؟ انزل حط اللايك واشترك في القناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. قفل معايا بكل سهوله اهيت. وده كان يومنا بقى، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.